يا فندم. ايوه ده بكره. اقروا معايا بقى. بطرس غالي جاسوسا تحت قياده 11 رئيسا للمخابرات الامريكيه. اسمحوا لي اقول يا نهار اسود ومهبب على التلفزيون، انا بقولها على الملأ كده. انا طبعا في حاله ذهول. في عام 1987 أصبح بطرس غالي بين أفضل مصادر المخابرات الأمريكية بالشرق الأوسط كله، ويشغل منصب مستشار رئيس الوزراء ومستشار محافظ البنك المركزي المصري. مش هو وزير برضه ولا ايه؟ هو بالظبط كده. ايوه وزير الفلوس. هو وزير الماليه. ودي الحلقه الثانيه على فكره. ودي الحلقه الثانيه يعني انا نايمه على وداني. يعني ما حدش شفت بقى، ما حدش بيجيب لي روزا اليوسف. لا على طول في إن شاء الله. وقيعه. دي وقيعه. الشعب يريد روزا اليوسف. ايه القصه بقى؟ وبعدين شفتوا الصوره؟ شفتوا الصوره يا جماعه؟ مع الملكه الام. اتفضل. هو نفس الكلام ده اكده الاستاذ شفيق البنا اللي كان أيوة. امين رئاسه الجمهوريه. أيوة. وقال ان وكيل جهاز المخابرات المصريه ابلغ رئاسه الجمهوريه ان يوسف بطرس غالي جاسوس بالمستندات والاوراق. وتم الكلام ده عن طريق رئيس المخابرات، وابلغ الرئيس مبارك او الرئيس المخلوع مبارك. أيوة. فما كان منه الا الرد ان انا بستخدمه لايصال رسائل محدده لامريكا او للرئيس الامريكي. مين اللي قال؟ ده الرئيس المخلوع طبقا للمستندات والوثائق. طب ما هو يمكن فعلا كان بيستخدمه في ارسال رسائل لامريكا. انا بقول لحضرتك الواقعه، لكن حكايه كان بيستخدمه دي الله اعلم. الواقعه اللي بعد كده ان وكيل الجهاز لما عرف انه تعين وزير ماليه جات له أزمة قلبية ودخل المستشفى ولم يمر عليه سوى 3 أيام وكان الراجل مات. ضحية يوسف بطرس غالي وضحية وطنيته وضحية جمع معلومات مؤكدة إن هذا الشخص جاسوس، ورغم ذلك يتم تعيينه وزيرا للمالية. أيوه ده شيء خطير جدا. بس كمان المقال فيه يعني معلومات بيقول انه في وثيقه ويكيليكس، نفتح بقى الانترنت ونشوفها، صادره في 30 يوليو 2008 مفرج عنها في 30 اغسطس، تثبت ان التقارير المشبوهه التي كانت تطير من القاهره لامريكا تتهم مصر بالاضطهاد الديني للمسيحيين كان معدها وكاتبها يوسف بطرس غالي. والوثيقه تؤكد ان غالي تولى من عام 2003 ارسال تلك التقارير سرا للاداره الامريكيه، ده يجعله جاسوس فعلا. هو في اضافه برضو حضرتك، هو كان كلام اتنشر في بعض الجرائد انه هو موجود في قطر، هو ملوش اي صله بقطر، هو يحمل الجنسيه الامريكيه ويحمل بعض الجنسيات الاخرى ويتردد ويقال انه يحمل الجنسيه الاسرائيليه، وانه في ايوه ده في اول يعني في بدايات الثوره قالوا كان عندنا برضو تقارير بيقولوا انه عنده جنسيه اسرائيليه. مزبوط. يعني كلام لا يصدق. لا كلام يصدق حتى يصدق ازاي؟ ده كان وزير هقول لحضرتك على حاجه. مصر كلها. احنا نشرنا في جورنال النهارده أيوة. وثيقه اسرائيليه انها بتطالبه باداء الخدمه العسكريه. يعني دي مسألة، ونشرنا الوثيقة وهي بالعبري في جورنال اليوم. جورنال اليوم؟ اللي في ايد سعادتك ده جورنال الغد.